الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي رسول الله. في فيديو النهارده هنعمل مع بعض البتنجان المخلل او البتنجان اللي هو بالدقه، بيبقى طعمه جميل قوي. وكمان الدقه اللي اتبقت مش هنرميها طبعا، احنا كمان هنعمل منها طماطم مخلله، وكمان هنحمر شويه فلفل، يعني مش هنرمي حاجه ابدا. واللهم بارك، طعم وريحه الدقه كده بتبقى خطيره وفي منتهى الجمال. اول حاجه كده هنعمل الدقه اللي احنا هنحشي بيها البتنجان. معايا كده فلفل الوان احمر واصفر واخضر، ما عندكيش فلفل الوان تقدري ان انت تحطي فلفل احمر واخضر بس اللي هو العادي، لكن لو متوفر عندك بيخلي الطعم حلو. معايا معلقه توم كبيره، 2 ليمونه، وشويه كده من الخضره. يعني الخضره ده انا كنت بفرزها في الفريزر، بطلعها كده كل الحاجه بتبقى فريش، بس ما بسيبش حاجه تفك، بضربها كده في الكبه على طول. الخضره عباره عن شبت وكزبره، طلعت حوالي معلقتين كده بس. وحطيت الكلام الجميل ده كده كله في الكبه مع البهارات عباره عن ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وشويه من البابريكا، ولو بتحبي الحاجه مشطشطه تقدري ان انت تحطي نص معلقه من الشطه. بعد ما ضربت المكونات دي كلها في الكبه، الخضار وكمان البهارات، حطيت بقى الليمون، عصرت كده الليمونتين زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت كمان معلقه خل، وقلبت الكلام الجميل ده كده كله، وبدات ان انا اسيبه كده على جنب لحد ما نجهز بقيه المكونات اللي معانا. بجد التتبيله دي بتبقى ريحتها خطيره قوي، تقدري بقى ان انت تحشي بيها البتنجان او تعملي منها الطماطم زي ما انا عملت كده، او تحمري فلفل وبتنجان وتبداي ان انت تحدقيهم بالدقه دي. والدقه دي بتبقى خطيره في السمك، بجد بتبقى جميله قوي. تنضفي السمك وبتحشيه بالتتبيله دي، بجد بيبقى ريحه السمك وطعمه في منتهى الجمال. وممكن كمان ان تجيبي بصلايه كده وتضيفيها على الخضار ده، وتعملي منه احلى سمك سنجاري. بجد التتبيله دي حلوه في كل حاجه، واي حاجه تتبقى منك من التتبيله دي ما ترميهاش في علبه صغيره كده، واحتفظي بيها في الفريزر، بتنفعك قوي. يعني وقت ما تكوني ما عندكيش وقت كده بتطلعيها وتبداي ان انت تحدقي الحاجه بتاعتك، وبتبقى خطيره. بتنفع بقى في السمك، في البتنجان، في الطماطم، بتنفع في حاجات كتير قوي. جربيها بجد وادعيلي، بيبقى طعمها جميل. جبنا بقى البتنجان اللي احنا هنبدأ ان احنا نسلقه علشان نتبله. البتنجانه اللي بتتعمل الوصفه دي بتكون بتنجانيه صغيره، ولازم يكون بتنجان اسمر. بصراحه البتنجان الابيض هتلاقيه اسود معاكي كده او غمقي قوي، ومش هتحب لونه خالص. الطعم هيبقى حلو بس اللون مش هيبقى حلو، فنخلينا كده في الوصفه دي ونعملها بالبتنجان الاسمر. طبعا البتنجان متوفر اليومين دول كتير في السوق، الابيض والاسمر واللي هو العروس البنفسجي ده برضو موجود، فتقدري ان انت بقى تجيبي وتعملي الوصفات الحلوه دي كلها. غلينا كده الميه السخنه، ونزلت كده بشريحه من البنجر اللي انا مخزناها كده في الفريزر للمخلل، حطيتها كده زي ما انتوا شايفين، وبدات ان انا انزل بالبتنجان. طبعا انا ما فتحتوش، انا بفتحه لما بسلقه. بحب ان انا احطه كده الاول، وبعدين عشان ما يشربش ميه من جوه، بطلعه الاول وبعد كده ببقى فتحه. زي ما انتوا شايفين كده بنسلقه لحد ما يستوي. احنا مش عايزينه يتهرى، يعني مش عايزين نمسك البتنجانيه كده نلاقيها مهريه، لا احنا عايزينها تفضل متماسكه كده علشان تعرفي ان انت تحشيها، وكمان يبقى طعمها حلو. طلعناه كده من الميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنسيبه يبرد خالص عشان نقدر ان احنا نفتحه ونحشيه. اللهم بارك. طبعا طلعنا معاه البنجرايه عشان هنحفظها كده في وسط في النص كده، علشان تدي اللون الاحمر الجميل. حتى انا حطيتها في التتبيله زي ما انتوا شايفين كده. خدنا كده البتنجان بعد ما برد كويس، وبدانا ان احنا عملنا فيه فتحات كده زي ما انتوا شايفين بالسكينه، وهنبدا ان احنا نحشيه زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك. عايزه بقى تكتري الحشوه براحتك، عايزه تحطي كميه بسيطه براحتك برضو. انا حطيت كميه متوسطه، ما هياش كتيره ولا قليله، حطيت كميه حلوه يعني. وبتبداي ان انت تحفظيه كده في التلاجة، بيبقى سريع كده معاكي. لما بتبقي مثلا عامله فطار كده الصبح، جايبه بقى فول وطعميه وحاجات من دي، بتطلعي بقى في الطبق شويه بتنجان من دي، بيبقى الطعم اللهم بارك تحفه. بدل ما تجيبيه بقى من بره ويبقى مثلا محمرينه في الزيت، او يبقى تقيل قوي، او يبقى طعمه مش حلو، لا طبعا انت تعمليه في البيت بكل نظافه. اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده بنبدا ان احنا نحشيه كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبتفتحي فتحه بسيطه بالسكينه، يعني على قد ما تقدري كده تفتحي فتحه بسيطه، ما توصليش للاخر عشان البتنجانيه ما تلاقيش اتقسمت معاكي كده نصين. لا احنا عايزينها فتحه بسيطه كده اللي هي تحط فيها التتبيله.
بجد لو جربت الوصفه وعجبتك ما تنسيش اللايك الجميل والكومنت الحلو على الفيديو عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها. ويا ريت برده وانت كده بتعملي التتبيله دي تكتري كده شويه وتعملي لك بقى شويه طماطم مخلله وشويه فلفل وبتنجان وحاجات حلوه كده تتحط في التلاجة. يعني بتوفر عليكي جامد، يعني بتحسي ان انت كده قايمه الفطار الصبح بتطلعي الحاجه كده من التلاجة على طول. او مثلا لو هتعملي غدا بسيط كده كشري اصفر وبيض وبطاطس وبتنجان، بتبقى الحاجات ديت جميله قوي حرشه كده، بالذات في الحر اللي احنا فيه ده مش بيبقى عايز اكل تقيل، بيبقى عايز حاجات كده خفيفه ما تحررش اكتر من الحر اللي احنا فيه. هبدا ان انا بقى احشي كل الكميه اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا لو انت هتحفظيه في التلاجة لوقت طويل، يعني مش هيغيب مش هيطول معاكي كده، هتاخدي شويه من الميه اللي انت سلقتي فيها وتدوبي فيها حوالي نص معلقه صغيره كده من الملح، وتبداي ان انت تحطيها كده مع البتنجان عشان تحفظهولك لوقت اطول. طبعا مع البنجرايه هتخلي اللون احمر كده وجميل، هيبقى الطعم والريحه في منتهى الجمال، وهتفضل حافظالك كده على البتنجان، مش هيحصل له اي حاجه. طبعا الكميه اللي اتبقت معانا عملنا منها شويه طماطم مخلله كده، حاجه كده في منتهى الجمال. بالف هنا وشفا على قلوبكم. واي حد جرب الوصفه ما ينساش يحط لايك جميل كده، كومنت حلو، وتعملوا متابعه للصفحه عشان يوصلكم كل جديد. استودعكم الله، واستنونا في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.